متابعينا الغاليين، أهلا بيكم معانا في قصة جديدة وحكاية. تعالوا بينا نسمع قصة النهاردة اللي بتحكيها لنا ليلى. ليلى بتقول: كنت بحب زميل ليا وأنا في ثانوي عام، وكنا بنذاكر وبنشجع بعض على المذاكرة، واحنا داخلين نفس الكلية. دخلنا كلية صيدلة وفضلنا نحب في بعض جدا، وما كناش بنفكر في أي حاجة تانية غير إن احنا بنحب بعض وخلاص، ولا عمرنا فكرنا في المستقبل ولا أي حاجة من دي. لحد ما في يوم من الأيام جالي عريس كويس جدا، وكان غني جدا جدا، واهلي كانوا مرحبين بيه قوي. فانا روحت لحبيبي ده وحكيت له على اللي حصل، وقلت له: انت لازم تتقدمني. بس هو كان فقير قوي، فقلت له: انت هتتقدم لي ازاي؟ قال لي: انا مفيش اي حاجه اقدر اقدمها لك، لا شقه ولا ذهب، ولا اقدر حتى اصرف عليكي. طبعا اتأثرت جدا، وقال لي: انت لازم تتجوزي الراجل الغني ده فرصه كويسه. وفعلا كان شكله بيتعذب من جواه، لان احنا كنا بنحب بعض قوي. وقال لي: انا هضحي فعلا عشان بحبك بجد. المهم ان انا خلاص وافقت واتجوزت الراجل الغني ده، وكان اكبر مني بحوالي 15 سنة، وجاب لي عربية ودهب، وكان بيعمل كل حاجة اطلبها منه. وانا طبعا كنت طموحة قوي، وكنت لسه بحب حبيبي ده، وكان عندي امل في يوم من الايام ان انا هتجوزه، بس ازاي معرفش. ففي يوم من الايام طلبت من جوزي الغني ده يعمل لي صيدلية باسمي. طبعا فضل يقول لي: انا مش عاوزك تشتغلي، ده انتي برنسيسة. بس طبعا اتكلمت معاه، قلت له: انا مخنوقة وعاوزة اشتغل، عاوزة اخرج طاقتي في اي حاجة. طبعا وافق وعمل لي الصيدلية. واول ما عمل لي الصيدلية قلت له: انا محتاجة يكون فيها حد دكتور ومعاه امتياز علشان يساعدني، لاني كنت عارفة ان حبيبي جايب امتياز. وقدمت له ملف حبيبي على انه واحد معرفوش، بس جايب امتياز وتقدم للوظيفة. وطبعا وافق وقال لي: انتي حرة في الصيدلية بتاعتك. وبالفعل الانسان اللي انا بحبه جدا ده جه يشتغل معايا في الصيدلية بعد ما اقنعته. وفضلت انا وحبيبي بنحب بعض زي ما احنا، مش فارق معايا اي حاجة. كنت بقعد اغلب اليوم في الصيدلية عشان بس اكون معاه. فضلنا على الوضع ده فترة طويلة جدا، لحد ما في يوم من الايام قلت: انا مبقتش قادرة اتحمل، انا عاوز ان انا اعيش مع جوزي، لاني اصلا ما بحبوش. انا هطلب الطلاق عشان انا وانت نتجوز. بس طبعا هو رفض وقال لي: ما ينفعش ان انتي تطلقي منه، خلي بالك انا لسه ما عنديش فلوس. قلت له: بس انا بقى عندي فلوس كتير. طبعا رفض وقال لي: لا، انا لا يمكن اتجوزك او اتجوز اي حد غير لما يكون معايا فلوس. وفضلت معاه زي ما انا بالظبط، بس فضلت احب حبيبي ده لدرجة ان الحب اتطور وحصل ما بيننا علاقة. وفضلنا على الوضع ده فترة كبيرة جدا، لحد ما في يوم من الأيام لقيت واحدة زبونة بتيجي تشتري من عندنا دوا لباباها كل فترة، ولاحظت إن هي وحبيبي بينهم بطريقة معينة. اكتشفت إن هو بدأ يتشد ليها، فحاولت إن أنا أعمل معاه مشكلة وأبعده عنها، بس معرفتش. وقال لي: أنا حر في حياتي، انتي اتجوزتي وعشتي حياتك واخترتي حياتك، أنا كمان حر. طبعا كانت صدمة كبيرة جدا من الإنسان اللي أنا حبيته إنه يعمل كده، خصوصا ان احنا فضلنا نحب في بعض عادي جدا، وحصل ما بيننا علاقة وحاجات كتير ما كنتش اتوقع انه ممكن يرد عليا الرد ده. طبعا بعد ما عملت كده انا حسيت بصدمة كبيرة جدا من ناحيته، خصوصا ان انا بحبه جدا، ومعرفتش وما قدرتش انساه، رغم ان جوزي مش مقصر معايا في حاجة خالص، وبيقدم لي كل حاجة وبيعمل كل اللي بتمنيه وكل اللي بطلبه منه. بس برضه ما قدرتش انسى الحب الاولاني. ورغم كده حبيبي بدأ ان هو يميل للبنت التانية دي، وبقيت ملاحظة ان هو بادئ يبص ليها ويتعامل معاها بطريقة تانية. لحد ما في يوم من الأيام غاب عن الصيدلية 3 أيام، فرحت له بيته عشان أعرف فيه ايه. اكتشفت ان هو أصلا عامل خطوبة وحفلة وحاجات كده، وبيخطب البنت دي. طبعا انا اتأثرت وكانت صدمة قوية جدا بالنسبة لي. فقلت له: مش عاوزة اشوف وشك تاني ابدا في الصيدلية، واطلع برا حياتي، وما عادش ليك دعوة بيا خالص. طبعا هددني وقال لي: لو طردتيني من الصيدلية انت كده بتقضي على مستقبلي، لان انا ما صدقت لقيت شغل، ولو طردتيني من الصيدلية انا هحكي لجوزك كل حاجة. طبعا كانت صدمة اكبر واكبر، لاني ما كنتش اتوقع ان هو ممكن يعمل معايا كده. كل ده عشان واحدة، كل ده عشان انا غيرانة عليه ومش عاوزة يكون لواحدة تانية. انا كده غلطانة ان انا بعمل كده عشان حبيته، وكان عندي امل ان انا في يوم من الايام هتطلق وهتجوزه. وطبعا هو ما قدرش اي حب بيني وبينه، لكن انا كنت وفية معاه للاخر. انا فكرت ان جوزي يعمل لي صيدلية عشانه، واول ما عملها خليته يجي ويشتغل معايا.
بس ما كنتش اتوقع ان هو ممكن يبص لواحدة تانية غيري. طبعا مش عارفة اوصف لكم نفسيتي بقت عاملة ازاي، لا باكل ولا بشرب، لدرجة ان جوزي لاحظ عليا الموضوع ده وقال لي انا شايف ان الصيدلية دي بقت بتتعبك كتير، لانك لا بتاكلي ولا بتشربي، نفسيتك بقت وحشة. فقلت له ايوه فعلا، انا بصراحة ندمت ان احنا فتحنا الصيدلية. قال لي خلاص مفيش مشكلة، انا ممكن اقفلها لك. رحت لحبيبي ده وقلت له انا جوزي خلاص هيقفل الصيدلية وانت ما بقالكش عيش عندي. طبعا هددني وقال لي لو مش عاوزاه يقفلها مش هيقفلها، والصيدلية لو اتقفلت انا هحكي لجوزك على كل حاجة حصلت ما بيني وما بينك، وهحكي له ان احنا كنا بنتقابل على انفراد على طول. طبعا انا زعلت جدا من طريقة كلامه، ومكنتش اتوقع في يوم من الايام ان هو يهددني او يتعامل معايا بالطريقة دي ابدا. وكمان دلوقتي بقى هو خاطب واحدة تانية بقت في حياته. مش عارفة اوصف لكم قد ايه انا بتعذب في الوقت اللي بتيجي تفوت عليه في الصيدلية عشان يخرجوا مع بعض وعشان يقفوا يتكلموا مع بعض. لدرجة ان انا في يوم من الايام اتخانقت معاها وقلت لها ده مكان اكل عيش، وهو دافع عنها وزعقلي وقال لي دي خطيبتي وتيجي وقت ما هي عاوزة. طبعا انا بجد ندمانة قوي ان انا عملت كده في نفسي، وان انا منسيتهوش لمجرد ان انا اتجوزت. انا حاسه ان انا ندمانه من جوايا، ومش عارفه اتصرف ازاي في المشكله دي، ومش عارفه احلها ازاي. هو لو ساب الصيدليه ومشي انا هرتاح عشان هو ما يبقاش قدامي، لكن طول ما هو قدامي بيغيظني بواحده تانية انا نفسيتي تعبانه. وفي نفس الوقت لو قفل الصيدليه او طردته منها خايفه يحكي يروح يقول لجوزي على كل اللي حصل، وفي اللحظه دي اكيد جوزي هيطلقني من غير كلام. بصراحة أنا مش عارفة أتصرف إزاي ولا أعمل إيه في المشكلة دي. جربت إن أنا أسأل أي حد بس ما عرفتش، ومفيش أي حد فادني بأي حاجة.